عارفين القعدة اللي في المطبخ دي جنب الفرن، الدنيا برد وعايزين نتدفى ومستنيين حاجة حلوة؟ هنعمل سينامون رولز. أحلى حاجة في الشتاء، وعايزة أقول لكم إنها أحلى كتير من اللي بنشتريها جاهزة. بيضة بدرجة حرارة الغرفة، أهم حاجة ما تبقاش ساقعة. 3 معالق من السكر الأبيض، عليهم معلقتين كبار من الزبدة برضو سايحة وبدرجة حرارة الغرفة. كوباية من اللبن الدافي، شايفين كل حاجة دافية، كل حاجة طلعت من التلاجة بقالها شوية. رشة الفانيليا الحلوة، ومعلقة من الخميرة، معلقة كبيرة ممسوحة. اضربي الكلام ده بمضرب يدوي، بمضرب سلك، بأي حاجة. هننزل 3 كوبايات ونص من الدقيق، بس واحدة واحدة، لحد ما العجينة تبقى قدامك طرية وعاملة زي المارشميلو كده، ملبن. خطيرة، بتبان حلاوتها من وهي بتتعجن. بعد كده هنسيبها زي ما هي كده، زي ما انت شايفاها، ملمومة لمدة ساعة. غطيها خالص وسيبيها على جنب لمدة ساعة. بعد كده هرش رشة من الدقيق على الكاونتر، وانزل العجينة اللي بتبقى طرية طراوة بعد ما تخمر. مش قادرة اقول لكم شكلها باين جدا. من النص كده هتفردي لحد ما تعملي شكل مستطيل. جيبي حوالي 3 معالق من الزبدة الطرية، وتبتدي تفرديهم كده زي ما انتي شايفة. اهم حاجة برضو ان الزبدة تبقى طرية. عندك سكر بني اهلا وسهلا، ما عندكيش هتحطي سكر ابيض، بس تزودي القرفة اكتر شوية. استخدمت حوالي 4 معالق قرفة كبار، عليهم حوالي 6 أو 7 معالق من السكر البني، فانتي هتحطي بدلهم سكر ابيض، مفيش مشكلة. اهم حاجه يبقى المنظر زي ما انت شايفه كده، عينيكي هي اللي بتقيس. تبقي مغطيه كل العجينه بالسكر وبالزبده وبالقرفه. هنعمل الرول عادي جدا، هنلف كده بالراحه. العجينه هتمشي معاكي زي الفل، بس اهم حاجه رشه الدقيق اللي على الكاونتر. وانتي بتشدي، وانتي بتلفي كده هتشدي، هتلاقيني بشد بايدي من اليمين والشمال، وبفرد العجينة عشان ترتاح معايا وتبقى اطول شوية. وبعد كده هبتدي اقطع واحدة واحدة. بصوا هتلاقيني بشد من اليمين ومن الشمال. هتطلع معاكي مقاسات لطيفة جدا، مش كبيرة قوي زي اللي بنشتريها، وهتبقى مش صغيرة قوي، هتبقى متوسطة. جهزي بقى السكينة الحامية، وابتدي قطعي على قد ما تقدري قد بعض. بصي هتلاقي في كده في طريقة باخد على قد صوابعي كده، وامشي واحدة واحدة عشان اعرف اقطعهم قد بعض على قد ما اقدر. بصي المنظر من جوه عامل ازاي، وشكل العجينة عامل ازاي. اهم حاجة برضو ان احنا نسيب الكلام ده يرتاح تماما في الطاجن لمدة نص ساعة، او في البايركس او في الصينية او في اي حاجة. ادهني بس الصينية حبة زبدة صغيرين وسيبيها ترتاح تماما. بدخلها الفرن حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، لحد ما تاخد اللون اللي انت شايفاه ده. درجة حرارة الفرن 180. هتطلع من الفرن بالريحة اللي انا شماها دلوقتي دي، وباللون ده، وتأكدي ان اللون مظبوط. الصوص هكتبه لكم تحت الفيديو، وهو سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. هنرشها عليه بعد ما هي تهدى تماما، ما تبقاش سخنة قوي. وبعد كده نقطعها. عايزة اوريها لكم بقى من جوه، عشان بجد جبارة، من الحاجات اللي في حقيقي حقيقي احلى من اللي بنشتريها، تجنن. بصوا بقى هنفتحها، وهتلاقوا اللايرز كده. ان انتوا مش فاهمين الريحة عاملة ازاي بجد. هتنبسطوا جدا من الوصفة دي. لو عجبتكم الوصفة بليز اعملوا شير وكومنت وكل الحاجات الحلوة.